في بحار الانوار وفي سليم بن قيس ان الامام علي كان عضاد. انت عارف عضاد كده؟ بيقول لك كان في عيال، كان في ناس كل ما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما اسلم الامام علي. قصه الاسلام الامام علي عندكم سيئه جدا. بيقول لك اول ما اسلم الامام علي فكان في صبيان صغار بيحدفوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقذفونه بالحجاره، فكان الامام علي يخرج ويعدي الولا، يعدي عيل من هنا ويعدي عيل ويقدمهم، والولا يروح لامه يقول لها يا علي عديني يما من بطني، والتاني يقول له يا علي عديني من صدري، والتالت يقول لها فقام في دينك عياذا بالله العضاد. ونحن نعلم في هذا الزام لك، احنا نعلم يعني من الذي يعض. الانسان لا يستخدم العض هكذا. فانتم اردتم ان تثنوا على علي رضي الله عنه فجعلتوا عضات هكذا، وهذه اساءه للامام علي عياذا بالله، وليس دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش يدافع عن، ما كان صاحب ولايه تكوينيه ليه يستخدم سنانه ويعض العيال الصغيره التي ليس عليها يعني ما تعرفش شيء كده. انت سألت وانا اجبتك. ليه ان اسألك سؤال؟ ممكن تذكر لي لماذا الله ذكر الخيل والبغال والحمير في القرآن ولم يذكر اي عقيدة من عقائد الامامية الاثني عشرية؟ السيد عبد الحسين هرب والله وسكر. تعالى يا عبد الحسين تعالى، ومفكر عرفني يعني جاب الديب من ديله. تعالى يا عبد الحسين، تعالى يا عبد الحسين. تسمعني؟ اذكر لي لماذا ذكر الله الخيل والبغال والحمير في القرآن ولم يذكر أي عقيدة من عقائد. سؤالي لا حول ولا قوة. أكمل سؤالي. أولا أنت مسمي نفسك سيد حيدر الموسوي وأنت رامي عيسى. ما تحرجنيش بقى يا شيخ عبد الحسين بقى، ما تحرجنيش بقى. متى أصبح رامي عيسى موسوي؟ متى أصبح موسوي؟ طب وأنت متى أصبحت داخل النسب وخارج النسب؟ هذا ماذا عندكم؟ طب تعالى أنت اثبت لي إن السيستاني من آل البيت. السرخي هذا القبيح اللي اسمه السرخي قال لك أتحداكم أن تأتوني بشجرة السيستاني. تفضل تفضل يا شيخ، الخط مفتوح. هرب تاني. تعال تعال تعال. بيسكر. تعالى مش هسيبك. مش هسيبك انا. تعالى. وفكر عرفني. تخلوا الامام علي عضاد مش عايز يجاوب، وكان بيعدي العيال الصغيره من مناخيرها. ما هو مش عايز يجاوب عشان اتعرف الروايه. الامام علي في دينهم كان يطلع يعدي يمسك الولد مناخيره ويعدي الولد من مناخيره، والولد يقول له سيب مناخيري يا امام، والامام ما يسيبش مناخيره.